اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، يا صباح الرضا، يا صباح معطل بذكر الله. وحشتوني جدا 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 من آخر فيديوهات عملتها ليكم. ربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمني منكم، وبفضل تشجيعكم ليا خلاني ان انا استمر في القناة، وبفضل برضو تشجيع عيالي واهلي واصحابي برضو خلوني ان انا افضل اشتغل في القناة. ربنا يا رب يجعلهم نعمة في حياتي، مش اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا للقناة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بصوا يا حبايبي، انا النهاردة ما وديتش عيال المدرسة، يعني غيبتهم علشان الجو ساقع وكده وفي شتاء عندنا في دمنهور. فقلت بقى يناموا ويتدفوا، بلاش مدرسة النهاردة. فلقيت جوزي جاي الصبح بيقول لي قومي انا محضر لك مفاجأة في قلب المطبخ. قلت خير الله ما جعله خير، انت جايب لي هدية؟ قال لي لا انا مش جايب لك هدية، انا جايب لك اكلة. قلت له اكلة ايه؟ قال لي خش المطبخ وشوفي. دخلت المطبخ لقيت سمك القراميط دوت. شوفوا حي ازاي، شوفوا بيلعب ازاي. قلت له ايه ده اللي انت جايبه؟ طب انا من يعني انا بخاف منهم الحقيقه، يعني انا بحب اجيبه من عند السماك متقطع ومتنضف وكل حاجه. قال لي لا انت اللي هتقطعيه وتنضفيه هنا وكل حاجه هتعملها في البيت. قلت له طب انا دلوقتي انا بخاف منهم وهم حيين. قال لي اتعاملي معاهم زي ما انت عايزه. فقلت له ماشي. ورغم اللي ابويا بقى سماك، ربنا يديله الصحه يا رب كده ويطول لنا في عمره ويجعله لنا كده دايما في حياتنا، امين يا رب. فكان معلمنا ازاي اللي احنا نقص الجراميط او نقطعه الجراميط. اللهم صل على النبي، بالمقص او السكينه. وحتى هم حيين قال لنا لازم تضربوهم على دماغهم كده، علشان علشان بتاع ده، يعني ما يكونوش حيين جامد. تعرفي تتعاملي معاه، تخبطيهم خبطتين كده بالسكينه ماشي على راسهم، علشان تعرفي تتعاملي معاهم، تقصيهم وتعرفي تتعاملي معاهم وانت حتى بتقطعي. ربنا يخليك لينا يابا ويديك الصحه كده يا رب وطولة العمر ويبارك لنا في عمرك. عامله معاهم بقى دلوقتي اللي احنا نفتحوا البطن بتاعها عشان لو في بطاريخ ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه اساسا، يعني بتعامل معاهم وانا خايفه والله، مش في بطاريخ ولا اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بالعكس مليان دهن. البطاريخ دي يا جماعه في نوعين من البطاريخ، في مزارع وفي نوع بحر. النوع اللي انا ماسكاه ده نوع البحر النظيف. بصوا شكله، شوفوا شكله ولونه، بتلاقيه يعني نوع البحر النظيف اللي هو لونه رصاصي كده فاتح، مش رصاصي غامق. الرصاص الغامق ده بتاع مزارع. ماشي يا حبايبي، تعالوا بقى نقطعه كده بسم الله ونقطعه. القرموط لسه حي، لو مش عارفه نقطعه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. صلي كده على النبي ما تقعديش ساكته. بعد ما قطعناها مع بعض اهي زي ما انتوا شايفين كده، والحمد لله اللي انا قطعتها اهي، قطعتها بصعوبه والله بصعوبه. تعالوا بقى ننضفوها. هننضفوها ازاي؟ اللي احنا هنشيله الزعانف دي اللي هي زي دي كده ماشي بالمقص، بس ما تنفعش بالسكين اهي ماشي. بصوا الدهن اللي في القرموط عامل ازاي، بصوا الدهن اللي في القرموط. بصوا قرموط نضيفه والله يا جماعه، بصوا شكلها عامل ازاي الدهن. وتعالوا نفتحه بقى اللي احنا قطعناه كده. جلده سميك اهي احنا طبعا لسه هنغسلوه بالشكل ده. هتبقى كده والله، هتبقى كده بالشكل ده. برضو هنشيله
الخياشيم بتاعته ديت اهي بالمقص. ماشي، عشان طبعا لما تيجي تاكلي ما تلاقيش فيه شوك ياما او خياشيم ياما، بتبقى وحشه مش مستحبه. تعالوا بقى للراس. الراس اهي اعملي منها شنباته دي، بصي شنباته اهي، هتقصيها كده جامده اهي زي ما انتوا شايفين كده. وهتيجي على الزعانف دي، بصي في حته هنا جامده بقى في الزعنفه دي اللي انا ماسكاها بالمقص دي، هتقومي تكسريها كده بالراحه بالمقص عشان هي جامده. ماشي اهي اتكسرت معانا بالشكل ده. بصي اهي اهي اتك على المقص جامد بكل قوتك وهي ايه هتتكسر معاكي. بس ادي تنظيف القرموط لكل ايه اللي بيجيبه ما بيعرفش ينضفه او يقطعه. اهي نضفوه كده اهو، ولسه بقى يتغسل تحت الحنفية بالمية، ولسه هندوله مية وملح وليمون وخل علشان ريحة الزفارة بتاعته. بصوا بقى حبايبي، بعد ما قطعناه وطلعنا منه الزعانف والخياشيم بتاعته ونضفناه وغسلناه تحت المية كام غسلة كده حلوة. بصوا البياض بتاعه اهو، بصوا لحمه ابيض ازاي وحلو ازاي ونضيف. نقعته، حطيته ونقعته في ميه وملح وخل وليمون وحبه كمون. حبه كمون عشان الكمون بيضيع ريحه الزفار. كده يا حبايبي شطفناه شطفه اخيره اهو زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى التمليحه بتاعته واللي هي عباره عن ايه، انا مرضتش اعملها كلها على بعضها عشان تشوفوها. حطيت توم مفروم، حطيت معلقه كبيره من الملح، نص معلقه شطه، نص معلقه كمون كبيره، وبهارات سمك نص معلقه، وكزبره ناشفه برضو نص معلقه. خلاص يا حبايبي، وهتقلبي كل الكلام ده مع بعضه كده وهتملحي بيه اللي هو السمك المفتوح بس. اما السمك المقفول طبعا انت مش هتملحيه عشان كل ده هيشرب من التمليحه بتاعه الصلصه اللي احنا هنعملوها، عشان احنا هنعملوه في صينيه مش هنقلوه، هنعملوه في صينيه. ماشي يا محلى بقى الصواني بقى في الفرن. ماشي، هتفتحي كده الراس بتاعته زي ما احنا فاتحينها كده اهي، وهتملحيه اهو من هنا ومن هنا ومن جوه برضو اهو، تحط له برضو ايه حبه تمليح. ماشي، طبعا المقفوله اللي زي دي مقفوله اهي مش مفتوحه، دي مش هتملحيها، هتتحط بحالها كده في قلب في قلب الصلصه. او هتعمليها للصينيه يا هند هتعمليها ازاي؟ تعالي اقول لكم هنعملوها ازاي، بس صلوا على النبي كده الاول. اقرب لكم الكاميرا كده اهي. ماشي، كنت حاطه حله على النار فيها حبه زيت، يعني معلقتين زيت كبار، وهنزل عليها ببصلتين وسط مكعبات. عايزه تعمليها كبيره اعمليها، عايزه تعمليها وسط كبير وسط اعمليها على حسب حريتك. انا هنا بحب اعملها وسط مش صغيره جامد اهي، زي ما انتوا شايفين التقطيعه بتاعه البصل، عشان دي طبعا هتخش لسه في طماطم وهتتسبك. ماشي، فالتقطيعه بنقطعها لها وسط كده، بنحب البصل في السمك بيكون وسط. هنا بقى حبايبي قطعنا البصل كده مكعبات وسط زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتحط عليه تاني هند، نحط عليه قرن شطه اخضر كده برضو تقطيع وسط، برضو كله وسط اهو. الشطه اهي. ماشي، قرن برضو فلفل اخضر كده حلو كده جميل كده زي ما انتوا شايفين كده برضو فلفل اصفر
كل ده اختياري، عايزه تحطي حطي، ما انتش عايزه براحتك يعني، متاح ليكي برضو. بس انا بحب ايه احبشه بقى من ايه، من الفلفل الاخضر لفلفل احمر لفلفل اصفر. لو ما عندكيش خلاص مفيش اي مشكله خالص، استكفي بالايه بالثوم والبصل، هيدوكي ايه نفس النتيجه. كده يا حبايبي بعد ما خلصنا اهو تقطيع فلفل وبصل والحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، هحط معاهم 3-4 فصوص ثوم كده، ايه هقطعهم برضو ايه مكعبات صغيره كده او طرنشات صغيره كده، ماشي. وشم الريحه بقى اللي قلبت المطبخ قبل اساسا ما اعمل صينيه القراميط. نشيل كل الحاجات دي كده من قدامنا ونجيب معلقه، ماشي. طب التوابل بتاعتنا ايه هند بقيت التمليحه اللي انا حاشيه بيها سمك القراميط، مش هحط توابل تانية خالص، دي غنيه جدا للايه لتتبيل الصينيه بتاعت السمك اهي. لو عايزك بقى ملح في الاخر هحط له، يا عيني يا عيني على الريحه، والله الريحه بصي قلب المطبخ. هننزل عليها بايه؟ هننزل عليها طبعا بالطماطم. انا جايبه هنا كيلو الا ربع طماطم اهو وعصرته، وهنزل عليه ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم كده على الحاجات الحلوه بتاعتنا ديت اهي، ونسيبها بقى ايه تسبك نص تسبك. ادي صينيه القراميط بتاعتنا او صينيه السمك الجميله بتاعتنا خلصت. طبعا اكلوها بايه؟ يا اما تاكليها برز صياديه، يا اما تاكليها برز ابيض مسلوق، يا اما كده يا اما كده، يا اما تاكليها بعيش مع حبه كده جرجير ومخلل، يا عيني يا عيني ما اقولكيش. هدوق بقى كده واشوف عايزه ملح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه حبه صغيره، هاتلي الملح ده يا مهند لو سمحت. عيالي عماله تناولني يا جماعه. تعالوا بقى يا حبايبي، بعد ما حطينا القراميط كده في قلب الصينيه او القالب او البايركس اللي عندك زي ما تحبي، خدي بقى من الصلصه الجميله الحلوه دي وانزلي على القراميط كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت عامله القراميط نيه، هتستوي بقى ايه، ناخدوها نخلوها غلوه كده فوق البوتاجاز كده من فوق، ندولها غلوه كده او غلوتين، وبعد كده هندخلوها في الفرن الجميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. كده يا حبايبي اهي صينيه القراميط كده خلصت وجهزت معانا اهي. شفتوا جمال اكتر من كده يا ولاد؟ والنبي ما في اكتر من كده جمال. هنخليها بقى تاخد لها غلوتين فوق البوتاجاز من فوق، وبعد كده احطها ايه في الفرن وتحت الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي الحلو بتاعنا. عايزه تحطها في الفرن على طول حطيها مفيش اي مشكله، وبعد كده حطيها تحت الشوايه مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه اللي انت تغطيها علشان تستوي، علشان هي لسه نيه، احنا لا قليناها ولا جينا ياما هي لسه نيه، فلازم نغطوها بورق فويل او باي غطا. خلصت معانا اهي زي ما انتوا شايفينها لسه طالعه من الفرن اهي. يا دوب جيت من الفاصل بتاع الدروس بتاعت عيالي، يا دوب دخلتها تحت الشوايه وعطت لنا اللون الجميل دوت. والرز لسه على النار اهو لسه عاملاه، بس يا دوب يتشرب ميته. كنت عاملاه رز ببصره زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا رز ببصره زي ما انتوا شايفين كده، ماشي يا حبايبي. يا دوب هيشرب ميته واوطي عليه واروح الدرس تاني عشان اجيب عيالي نجيبوهم بالسلام. دي صينيه القراميط يا حبايبي اللي كانت معانا النهارده، ما فيهاش اي صعوبه خالص. وتاني مره دي قراميط بحر مش قراميط مزارع، يعني نضيفه جدا. شوفوا بقى بصوا الاستوى بتاعها، بصوا شايفين اللحم بتاعها ابيض ازاي من جوه، شايفين؟ بتاعت المزارع بتبقى سمرة، لكن دي عشان بتاعت بحر مش بحر مالح، بحر عازب، ماشي. بصوا الجمال بتاعها
بص الحلاوه بتاعتها، بص البياض بتاع اللحم بتاعها، بصوا دايبه دوب كده اهو. يلا بقى يا حبايبي، بألف هنا وشفا اللي هياكلوها. ولو جالكوا اي يعني لو جوزك او جابلك قراميط تقومي تعمليها على طول بالطريقه السهله البسيطه دي. بألف هنا وشفا للي هياكلها. يلا بقى يا حبايبي، ومتنسونوش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم للقناه.